بيبدأ الفيلم بالكاتب رايان وهو مسافر مدينة سياتل عشان يقابل المعجبين بكتابه، ومدير أعماله بيل بيجهز له كل حاجة من لبس لحجز قاعة للقاء معجبين، وبيقدمه للناس بأنه رايان صاحب الكتاب الأكثر مبيعا. وبنشوف رايان وهو بيشرب ومتوتر قبل الإيفنت، وفي الإيفنت بنشوف إن رايان محبوب جدا وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة، وبيحكي المعجبين عن مدرب كورة قدر إنه يخلي فريقه يكسب بعد تحديات كبيرة. وفي الليلة اللي كسب فيها رجع بيته وأخذ مسدسه وأطلق على نفسه، وبيقول لهم إنه عمل كده لأنه خسر أخوه من مدة وما قدرش إنه يتعافى، وإنه كتب الكتاب بتاعه عن إزاي نتجاوز موت أشخاص بنحبهم عشان ما نلاقيش نفس مصير المدرب. وبعدها بيكون عند رايان جلسة تصوير، والمصورة بتلاقيه مش مسترخي، فبتقول له أجيب لك درينك، لكنه بيرفض وبيقول لها إنه قال في كتابه إن الحزن مش بيتعالج بالشرب، رغم إننا عارفين إنه بيشرب. وبيحكي لها عن زوجته اللي ماتت وإنها كانت سايقة بيهم، وفجأة ظهر كلب على الطريق فتفادته ودخلت في عمود إنارة وتوفت، وإنه كتب قصته في كتاب عشان يتجاوز الأمر. وبعدها بياخد المعجبين بتوعه وهو بيعمل لهم ورك شوب لتجاوز الحزن، وبيخليهم يشوفوا الشارع اللي مليان عربيات ودوشة وخناق. وبعدها أخدهم من فوق سطح مبنى وخلاهم يشوفوا البحر من فوق، وقال لهم إنهم لسه في نفس المنطقة، لكنه قرر يغير زاوية الرؤية، وإن كل واحد يقدر يشوف في المواقف الصعبة الأمل أو نص الكوباية المليان. وفي الفندق بيشوف واحد اسمه والتر وهو عايز يلغي الحجز في الورك شوب بتاعة رايان ويسترجع يعني فلوسه، فبيروح له رايان وبيتكلم معاه وبيفهم منه إنه جاي هنا غصب عنه، إن أخته هي اللي حجزت له هنا. ولما بيسأله رايان هو فقد مين، فبيقول له ابني اللي كان عنده 12 سنة بس، مفيش حاجة هتقدر تشفي جرحي. فرايان بيقول له إنه كمان فقد زوجته، وإنه عارف هو حاسس بإيه بالظبط، وإنه هيساعده ياخده خطوة خطوة لطريق التعافي. وبعدها بيكون رايان قاعد متوتر في اوضته، ولما بيخرج بيخبط في بنت اسمها لويس، واللي كانت بتكتب حاجه على الحيطه اللي ورا اللوحه. ولما رايان شافها اتوترت ومشيت بسرعه، ورايان بيكتشف انها كتبت كوينين دانان، ولما بيبحث عن معنى الكلمه بيلاقي معناها الشخص الفضولي جدا. وبعدها بيشوف لويس تاني فبيروح يتكلم معاها ويعزمها على قهوه، فبترد عليه بلغه الاشاره وهو بيتفاجئ وبيعتذر، وهي بتمشي على طول. ولما بتطلع من باب الفندق بنكتشف انها بتتكلم عادي جدا، ولويس بتروح لحبيبها الورشه بتاعته، لكنها للاسف بتصدم انه كان بيخونها، فبتحزن وبتنفصل عنه. وعند رايان بيكون بيوقع للمعجبين على الكتاب بتاعه، وبيجي له راجل كبير عشان يوقع له، وبنلاحظ ان رايان اتوتر جدا، وبنعرف ان ده ابو مراته يعني حماه، وبيقول له انه مش عارف يتخطى موت بنته وبقى راجل لا يطاق، في حين انه الف كتاب عن موتها وعايش حلو قوي، وبيقول له انت كذاب ومنافق. وطبعا رايان بيزعل قوي بعد الكلام ده، وبيل بيعتذر لرايان انه خلاه يجي سياتل البلد اهل مراته ويتعرض للموقف ده. ورايان بيفضل يتفرج على صور مراته وهو منهار. وتاني يوم وهو في الفندق مع معجبينه بيلاحظ لويس اللي عملت فيها بكماء وهي بتتكلم مع موظف الريسبشن، فبيروح لها وبيقول لها او ماي جاد انت اتعالجتي، انا مش مصدق نفسي، وبيهزقها على اللي عملته، وبيقول لها لو بتحبي لغه الاشاره فخدي دي، وبيعمل لها كده. وبيروح الحمام وهو متضايق ومتوتر، فبتروح ورا لويس الحمام الرجالي وبتقول له انت فاكرني سهل عشان تتكلم معايا، واكيد كنت عايز تاخدني معاك الاوضه، وبتكون فاكراه متجوز وبيخون مراته، فبتقول له انا بشفق على الحماره اللي متجوزاك. وبعدها بتكون لويس في محل الورد بتاعها وبتحضر طلبيه ورد، وبيكون مكتوب في الكارت بتاع الورد كونين دانان، الكلمه اللي هي كانت كاتباها على حيطه الفندق، وبتكون دي دعوه من رايان ليها على العشاء. وفعلا بتروح الموعد، والعشاء يعني بيبقى حاجه ممله جدا، وهي بعد العشاء بتقول له ان عندها شغل ولازم تمشي، فبيجري وراها بيقول لها ان دي اول مره يخرج فيها مع واحده من 3 سنين، وعشان كده كان مرتبك وما قدرش يبقى يعني مبهر بالنسبه لها. ولويس بتفهم انه مطلق، وبتقول له ان فعلا العشاء كان سيء جدا وكويس انه فسر لها الموضوع، فبتقول له يجي معاها شغلها، وبيروح فعلا محل الورد معاها وبيبداوا يتعرفوا على بعض اكتر. بعدها بيكون رايان في الورك شوب بتاعته وبيخلي كل شخص يمسك شمعه ويقول اللي في قلبه، وبيصر رايان على والتر انه يمسك الشمعه ويحكي ازاي ابنه توفى. فبيقول له والتر ان ابنه كان بيحب يساعده في الشغل رغم صغر سنه، لان ابنه كان عنده 12 سنه بس وشغله كان في المقاولات، ومره ساب ابنه على السقاله بتاعه المبنى وراح يجيب حاجه من العربيه، لكن السقاله وقعت وابنه مات، وبعدها مراته سابته، وطبعا شغله باظ وكل حاجه في حياته اتدمرت، وحياته وقفت عند اليوم ده، لانه لو كان ساب ابنه في العربيه او في البيت كان زمانه عايش. فبيفضل رايان يقول لهم يتجاوزوا خوفهم وحزنهم، وبيعمل معاهم تجربه غريبه، بيمشي على الفحم او الجمر وبيطلب منهم يعملوا زيه، ولما بيجي الدور على والتر بيرفض يعمل كده، فبيقف رايان على الفحم وبيفضل مصر ان والتر يجرب ويعمل زيه، ووالتر بيرفض رغم ان رايان بيفضل واقف على الفحم مده طويله على امل انه يقنعه، يعني طبعا رجليه بتتلسع وبتتبهدل، لكن
لكن والتر ما بيقتنعش ان الهبل ده هيعيش في حزنه. ولويس كانت في الفندق وشافت المشهد ده واتأثرت قوي، فبتقرر انها تقرا الكتاب بتاع رايان. ورايان بقى بتبقى رجليه اتسلخت من الجمر، ولين بيحاول يعالجه وبيكون مستغرب من اصرار رايان على مساعده والتر، وبيكون حاسس ان رايان بيعمل كده عشان نفسه، عشان يعني حاسس انه يعني لو عالج والتر هيبقى عالج جزء من نفسه. بعدها بيقعد رايان ولين مع مستثمرين بيقترحوا انهم يعملوا رايان برنامج وبودكاست، وكمان يحطوا صورته على البروتين بتاع الجيم بشكل يعني البليه لعبت معاه. ولما بيرجع لغرفته بيتفاجئ ان لويس سايباله رساله وطلبت منه انهم يتقابلوا. لما بيقابلها في بيت مامتها اللي امه بتعرفه فورا، وبتتبسط قوي ان بنتها تعرف حد مشهور كده، وبتكون من اشد المعجبين بيه. وبعدها بتاخده لويس في عربيه غريبه جدا فيها رافعه، بتطلب منه يركب معاها على الرافعه، وبتقول له انها كانت حابه تعزمه على حفله لفرقتها المفضله، لكن التيكيتات كلها كانت متباعه، عشان كده فكرت بره الصندوق وجت في المكان ده بالعربيه دي عشان تقدر تتفرج على الحفله معاه. يعني هيترفعوا على الرافعه دي ويتفرجوا على الحفله من بره. وطبعا رايان بيتبسط وبيتاثر قوي من الحركه دي. وبعد الحفله لويس بتقول له انها قرت الكتاب بتاعه وبتعزيه في مراته. وتاني يوم في الفندق بتيجي رايان فكره، وهي ان ممكن لويس كتبت اي كلمات تانية على الحيطه ورا اي لوحه. وفعلا بيفضل يتشقلب ويدور ورا كل اللوحات لحد ما بيلاقي كلمه بوبيست، ولما بيدور على معناها بيلاقي معناها صوت التقدير، فبيستغرب المعنى جدا وبيبعت الكلمه للويس على الفاكس. وهي بتتبسط قوي من اهتمامه ده. ورايان بيسيب اجتماع مهم وراه وبيروح يخرج مع لويس واصحابها. ورين بيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه قاعد مع لويس يشيش، فبيروح يتخانق معاه عشان ساب اجتماع المستثمرين اللي هيعملوا له برامج واعلانات ويشهروه. لكنه في النهايه بيعدي اللي حصل لانه بيحب رايان ومبسوط انه بقى يخرج. وبيخرج معاهم وبيروحوا يزوروا معالم كتير في المدينه، ومنها قبر بروسلي اللي توفى في الثلاثينات، وجنبه قبر ابنه اللي للاسف اتوفى في العشرينات، وبيبقوا متاثرين قوي. ومعلومه على جنب كده، ابن بروسلي كان ممثل، وفي احد الافلام اتضرب بمسدس واللي طلعت الطلقات اللي فيه حقيقيه، حاجه يعني تحزن. وهم خارجين من المقبره صاحبه لويس بتقول ان الجنازات طقس ملوش لازمه وهدر للفلوس على الفاضي، فبيقول لها رايان ان الجنازات طقس مهم لتوديع اللي بنحبهم وتهيئهم للحياه الاخرى، وان مراته لما ماتت في شهر مارس اتوفت واتدفنت في المدينه هنا، والمطر وقف في اليوم ده بالذات والشمس طلعت، وان ورد الدايلز كان مزهر وكانت الارض بترحب او بتتهيأ ليها. فبتقول له لويس ان ورد الدايلز ما بيطلعش في مارس، وبتفهم انه ما حضرش الجنازه زي ما بيقول. وبيرجع رايان الفندق وهو متوتر وحزين وبيفتكر مراته والحادثه. وتاني يوم بيتكلم مع معجبينه في جلسات التعافي، وبيطلب منهم كل واحد يقول هو المفروض يغير ايه عشان حياته تبقى كويسه. ولما بيوصل والتر بيرفض الكلام، فرايان بيفضل يضغط عليه ويقول له انه ما بيحاولش انه يتعافى، لحد ما والتر بيعيط وهو بيقول له ان ابنه المفروض كان يبقى في الجامعه دلوقتي. فبيهديه رايان وبياخده هو والمجموعه لمكان بيع ادوات البناء، عشان والتر طبعا كان مقاول بنا، وبيخليه يشتري حاجات كتير على حسابه عشان بس يرجع يبني زي الاول. وفي نهايه اليوم ده والتر بيشكره على مساعدته، لانه حس انه ممكن يرجع تاني يمارس شغله، وبيديله صوره ابنه يحتفظ بيها، وده معناه ان والتر اتأثر بيه قوي. وبعدها بيروح رايان للويس ومن غير مقدمات بيقول لها انه ما حضرش جنازه مراته، وانه من وقت اللي حصل من 3 سنين وهو ما تواصلش مع اهلها او اي حاجه تخصها، وما اهتمش حتى بروكي. فبتقول له لويس ان اللي بيعمله غلط وان المفروض يعتني بروكي. وبعدها بتساله هو مين روكي، فبيقول لها ان البغبغان بتاع مراته، وانها وصته لو حصل لها حاجه يطلقوا في البريه، لكنه ما قدرش يعمل كده، وروكي دلوقتي مع اهلها من يوم الحادثه يعني. فبتقنع لويس انه هو دلوقتي في المدينه ودي فرصه انه يروح لاهلها ويصلح الدنيا ما بينهم وينفذ كمان وصيه مراته. وبالعافيه رايان بيوافق انه يروح، وهو بيقدم رجله وبيأخر الثانيه. وبعد ما بيوصل كمان بيخاف يخبط على الباب وبيراقب اهل مراته من الشباك، وبعدين بيدخل البيت من باب المطبخ وبيحاول يسرق روكي. حماه بيدخل المطبخ في الوقت ده، لكن لحسن الحظ رايان بيستخبى، والبغبغان بيفضل يصوت، لكن الاب مش بيفهم التحذير وبيفضل يشتم في روكي كانه بيكلم بني ادم بالظبط على الازعاج يعني اللي روكي بيعمله. واخيرا رايان بيقدر يسرق روكي ويهرب، وبيوصل هو ولويس لغابه وبيفتح القفص وبيطلق سراح روكي. لكن البغبغان اللي طول حياته محبوس بيرفض انه يطير وبيفضل يدور بس حوالين رايان، اللي بيضطر يمشي ويسيبه، لكنه لما بيسمع صوت روكي بيصعب عليه وبيرجع له تاني. والمره دي روكي بيتشجع وبيطير فعلا. بيرجع رايان للويس وهو حزين، ولما بتحاول تتكلم معاه بيرفض انه يتكلم، ولما بتصر بينفجر فيها وبيسيبها ويمشي، وبيرجع الفندق مشي وفي حاله مزريه. ولما لين بيشوفه بيكون قلقان عليه وبيصر انه يعرف اللي حصل، فبيقول له انه اهل لويس جامد وان علاقتهم انتهت.
فلين بيروح تاني يوم للويس ومش بنعرف قال لها ايه، لكننا بنلاقيه ظبط موعد لرايان معاها من غير ما رايان ما يعرف. ولويس بتقول لرايان ان بيل قال لها على الحقيقه، وبتقول له انت ما تستحقش اللي بتعمله في نفسك ده، ادي لنفسك فرصه انك تستريح وخد بريك من كل حاجه وعالج حزنك بشكل حقيقي مش اللي انت بتعمله ده. وبتقول له انها جت بس عشان تقول له كده، وبتودعه وتمشي. ورايان بيكون عنده محاضره مع معجبينه، وحاضر كمان المستثمرين ان المفروض هيعملوا له برنامج. وفي الوقت ده حما رايان بيروح له عشان يتخانق معاه انه سرق روكي، لكنه بيلاقي رايان على الاستيدج واقف متلخبط ومش عارف يتكلم. وبعدها بيقول للحضور انه ليه كتير بيكذب عليهم، وانه في وقت الحادثه مع مراته هو اللي كان سايق مش هي زي ما قال، وانه كان يوم عادي بيتخانقوا فيه على الوان الدهان، وفجاه الكلب ظهر قدامه فهو تفاداه ودخل في العمود وهي ماتت فورا. وانه لما بيشوفهم بيتعافوا بناء على كلامه بيحسدهم لانه مش عارف يعمل ده لانه هو اللي قتل مراته. وكل الناس بتتصدم من الكلام ده، لكن بيقطع الصمت صوت حماه وهو بيقول له دي مش غلطتك يا ابني، دي كانت حادثه واحنا عمرنا ما لومناك على موتها، لكن اللي كسرنا اننا خسرناك، مش بس خسرنا بنتنا. وبيطلع على المسرح وبيحضنه وبيخفف عنه وسط اندهاش الكل. لكن والتر بيحس اخيرا ان رايان صادق وانه شبهه، فبيسقف له على شجاعته، وكل الحضور بيقلدوه وبيسقفوا لرايان. وبعد المحاضره بيقف المستثمر مع رايان ولين وبيقول لهم ايه اللي حصل ده. فلين بيقول له بقول لك ايه، انت مش هتنزل لنا بعرضك، العرض ده تلفه ومش عايز اقول لك تحطه فين. فالمستثمر بيقول لرايان انه بس كان عايز يقول ان المحاضره رائعه وان عرضهم لسه ساري. طبعا لين بيتحرج انه انجر من لسانه. وبعدها بيجي حما رايان وبيقول له المره الجايه ابقى خبط على الباب ما تدخلش من المطبخ. وبيقول له شكرا انك خلصتني من روكي المزعج اللعين. والمشهد اللي قبل الاخير بنشوف رايان وهو رايح للويس وبيعتذر لها وبيتفق معاها يبداوا من جديد وبتوافق. وفي اخر مشهد بنشوف روكي طاير ورجع لوحده لبيت الاب، والاب لما شافه ادرك ان روكي خلاص بقى قدره. وبيخلص الفيلم على كده. وبس كده، انا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى اعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لاصحابكم. سلام.